أعلن المدير العام لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية يوسف عثمان أن حكومة بلاده تستعد لمد خط أنابيب غاز بين نيجيريا والمغرب، مشروع ضخم ستستفيد منه دول عدة في القارة الأفريقية. اللي فيه عراقيل، شكون اللي قاعد يعرقل في هذا المشروع؟ نعم، لانه الجار طبعا كان يحوس طبعا ياخذ يلتف على المشروع، لانه قيمه المشروع هو بالنسبه للجزائر تقريبا يمثل حوالي 12 و 13 مليار دولار، عكس المشروع الاخر اللي يمثل تقريبا 25 مليار دولار، هو مكلف جدا. حاجه ثانيه مرتبط بتقريبا هما 13 دوله يمر عليها بالنسبه لافريقيا، احنا تقريبا 3 دول اللي هو او 2 دول اللي هو الجزائر والنيجر فقط. اول حاجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم على قناتنا وقناتكم ابن المغرب. إخوان ديالنا، قبل ما نبداو هذا الفيديو أو نكملوا هذا الفيديو اللي صراحة كيستحق المشاهدة، الناس اللي ما مشتركينش معنا في القناة أشنو كتسناو؟ اشتركوا، فعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بكل جديد. كما شفتوا معنا في الأول ديال الفيديو، نيجيريا تاقت في المغرب بعد حس ملف الصحراء المغربية، يعني وبعد ما شافت على أن زعما المغرب نجح دبلوماسيا وسياسيا يعني في أصعب القضايا ديالو اللي هي الصحراء المغربية، يعني أعلنت عن استعداد بدء أشغال أنبوب الغاز النيجيري المغربي نحو أوروبا، لأكبر أنبوب غاز في العالم غادي يكون إن شاء الله على أرض الواقع. فالإعلام الجزائري ردة الفعل ديالهم كيفاش كانت، هادشي اللي غادي نكتشفوا في هذا الفيديو بإذن الله تعالى. ما تمشيو لي، نخليكم معنا من الأول للأخير ونتلاقاو في النهاية ديال الفيديو إن شاء الله. اللي فيه عراقيل، شكون اللي قاعد يعرقل في هذا المشروع؟ نعم، لانه الجار طبعا كان يحوس طبعا ياخذ يلتف على المشروع، لانه قيمه المشروع هو بالنسبه للجزائر تقريبا يمثل حوالي 12 و 13 مليار دولار، عكس المشروع الاخر اللي يمثل تقريبا 25 مليار دولار، هو مكلف جدا. حاجه ثانيه مرتبط بتقريبا هما 13 دوله يمر عليها بالنسبه لافريقيا، احنا تقريبا 3 دول اللي هو او 2 دول اللي هو الجزائر والنيجر فقط يمكن الوصول بالنسبه لهذا المشروع. نظن انه حتى بالنسبه للعائق الكبير اللي خاصه مع التصريحات الاوروبيه والبرلمان الاوروبي وكثير من القراءات الاوروبيه في هذه المرحله، والنهضه اللي موجوده في اوروبا من خلال عدم استغلال خاصة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وهذا طبعا مهم جدا، راح يعرقل حتى الفكرة لنقل هذا المشروع. نظن انه هذا، ولكن الامور مشات يعني ذوب حتى في البداية، ولكن نيجيريا رغم انه كانت تناور في المراحل السابقه، اليوم طبعا عرفت ان الخلاص نتاعها انه الطريق راح يمر طبعا عبر نيجر والجزائر، ويمكن يوصل الى طبعا اوروبا ان شاء الله في 2026، تقريبا اقل من ما بقاش بزاف، بقى اقل من 3 سنوات، لا حتى المسافه يعني ما بقاش كثير يعني، ما بقاش كبير، لانه العمل بالنسبه للجزائر الانبوب الكبير تقريبا عمل كبير يتنجز الجزائر، بغض النظر عن الانبوب هذا يكون حاضر مش حاضر، ولكن بالنسبه لنا عندنا طبعا شراكات كبيره مع الاتحاد الاوروبي. اليوم نريد طبعا تزويدهم الغاز، عندنا امكانيات غازيه بالنسبه للجزائر كبيره جدا، عندنا كذلك استكشافات، اليوم عندنا سوق موثوق، نعم، غير ذلك ولكن عندنا موارد اخرى، لانه مش فقط الغاز، ولكن الجزائر متنوعات الطاقه، يعني الهيدروجين، سواء بالنسبه للكهرباء، سواء بالنسبه للهيدروجين الاخضر، سواء بالنسبه للطاقات الشمسيه، سواء بالنسبه للطاقات المتجدده. استاذ 12 مليار دولار هذا شكون اللي يتحمل مسؤوليته يعني؟ تحمل مسؤوليته. الحاجه الاولى انه هناك استثمار تقريبا كل بلد، وهذا مهم جدا. معناتها نيجيريا تحمل الجزء المرتبط بنيجيريا، أيوة. الجزائر تتحمل بالنسبه للجزء، والجزائر ممكن تتحمل بالنسبه للجزء المتعلق بالنيجر، ولكن على شكل قرض. طبعا ممكن تكون قرض حسن على المدى طبعا الطويل او المتوسط، ولكن راح نشوف. نظن انه هناك طبعا اتفاقيه، ولما نشوفوا اليوم يحكوا اتفاقيه تحيين دراسه الجدوى تحيين دراسه الجدوى مهم جدا. نشوفوا تقريبا كل الصعاب وكل طبعا التكنولوجيا وكل المزايا وكل طبعا المنافسه وكل الانجازات وكل الاسعار، وهذا مهم جدا. النقطه الثانيه كذلك، لاحظ النقطه الثانيه اللي بنتكمل بالنسبه لاتفاقيه عدم الافصاح وعدم التعويض بين الشركات الثلاث.
عدم الافصاح مهمه جدا، اللي هو عدم ايجاد او عدم ولوج المعلومه، صحيت عدم وجود المعلومه السريه. المفروض هذا الافصاح، عدم الافصاح معناتها السريه في المعلومه في هذه اللقاءات في العمل داخل هذا استاذ. ولكن المنطقه تشهد نقطه اخرى مهمه جدا كذلك، ثالثه بخصوص يعني الواقع الملموس، عدم افصاح، ثم ذكر ثم يعني تعويض، عقد التعويض يتعلق خاصه بالجواب نتاعك اللي هو من يتحمل طبعا التكلفه بالنسبه لي هذا. أعلن المدير العام لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية يوسف عثمان أن حكومة بلاده تستعد لمد خط أنابيب غاز بين نيجيريا والمغرب، مشروع ضخم ستستفيد منه دول عدة في القارة الأفريقية. نتعرف في هذا التقرير على أبرز مزاياه وأهدافه. هو مشروع استراتيجي يراهن عليه كل من المغرب ونيجيريا لدعم التنمية في القارة الإفريقية. خط أنبوب الغاز الذي يربط بين البلدين مبادرة طموحة رأت النور منذ أقل من 5 سنوات، وبالتحديد في ديسمبر 2016 حينها اتفق العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس النيجيري محمد بوخاري في العاصمة النيجيرية أبوجا على بناء خط إقليمي لأنابيب الغاز. ومن المقرر أن يحظى المشروع بتمويلات من الرباط وأبوجا، وحاليا يجري التصديق على قرار التمويل النهائي. وبحسب المخطط التنفيذي للمشروع فسيمتد الأنبوب على طول 5660 كيلومتر، حيث أنه سيمر عبر 11 دولة. وفي حال إتمام المشروع فسيسمح بتأمين إمدادات الطاقة لشمال إفريقيا وغربها، كما أنه سيساهم في دعم المشاريع التنموية لا سيما بالنسبة للدول غير المنتجة للغاز. في السياق ذاته سيمنح دول المنطقة استقلالا طاقيا، إذ من شأنه تسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء. من المتوقع كذلك أن يخلق المشروع فرص عمل على نطاق واسع خلال تشييده وحتى بعد استكمال عملية البناء. أنبوب الغاز الإفريقي سيتجاوز الحدود القارية في وقت لاحق، إذ ينوي المشرفون على المبادرة التصدير إلى أوروبا أيضا، وذلك خلال ربع قرن من بدء عمليات الإنتاج الفعلي. كلها أهداف ستؤدي إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي الذي تطمح إليه دول المنطقة. ومع اقتراب موعد انطلاق أشغال أنبوب الغاز تراقب دول عدة تطور هذا المشروع، فمنها من يرغب في تقديم الدعم اللوجستي والخبرة اللازمة لتسريع بنائه، ومنها من يرى فيه منافسا سيغير معالم القارة الإفريقية. وعن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الخبير الاقتصادي إدريس العيساوي. أستاذ إدريس مرحبا بك معنا. إذن نحن نتحدث هنا عن مشروع ربما غير مسبوق على مستوى القارة الأفريقية بتعاون ما بين أبيجا والرباط. ما هي الإبعاد اللي يحملها هذا المشروع بداية؟ أول شيء هذا المشروع سيفتح المجال لبلد نيجيريا اللي هي ثاني اقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا من ناحية القوة الاقتصادية، سيفتح المجال لها لتكون لها منفذ مباشر على البحر الأبيض المتوسط، وهذا مكسب كبير بالنسبة لدولة إفريقية. والمغرب لما دخل في هذا المشروع كان له هذا التصور، كانت له هذه الرغبة في أن يفتح باب إفريقيا على يعني الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، خصوصا على سوق بصفة عامة. التقرير الذي قدمته هناك مجموعة من المعطيات مهمة جدا لهذا المشروع، حيث ستستفيد منه عن أقل 11 دولة أو أكثر من الدول التي ستستفيد من هذا الذي يبلغ. طيب أستاذ إدريس العيساوي، لو سمحت لي يعني فقط صوت غير واضح لعله من المصدر. عموما سأعود إليك ونحن نتحدث هنا عن أنبوب عملاق من المفترض أن يعبر 11 دولة بغرب أفريقيا لنقل كميات ضخمة من الغاز من نيجيريا إلى المغرب.
كنا قد أشرنا أنه مشروع غير مسبوق في القارة السمراء، سيتم تشييده على عدة مراحل يستجيب للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر منها وصولا إلى أوروبا أيضا، يعني حيث مفترض أن يتوسع ليصل إلى القارة الأوروبية، ولكن في خلال 25 سنة القادمة. هذا مشروع تم إطلاقه ما بين العاهل المغربي والرئيس النيجيري في أبيجا عام 2016، لكن الآن يتفعل أو استكمال خطط تجسيد هذا المشروع. أستاذ إدريس، هل تسمعني الآن؟ أوكي، جيدا. طيب دعني أعود إليك ربما إلى الأبعاد اللي كنا نتحدث عنها، الخصائص، فرص التنمية بالنسبة للقارة اللي يمثلها هذا المشروع أستاذ إدريس. فرص تنمية كثيرة جدا، لأن أول حل سيأتي به هذا الأنبوب هي مد مجموعة من الدول الواقعة على خط الأنبوب بمسألة الكهرباء، لأن إشكالية الكهرباء من أكبر الإشكاليات المطروحة للدول الإفريقية، فستستطيع أن تتزود بذلك مباشرة. هناك كذلك إمكانيات أخرى تتعلق، قلت ذلك في تقديمكم في ملخصكم، بأنه سيعطي فرص جديدة للعمل سواء داخل الدول الإفريقية المعنية بالأنبوب أو خارجها، وهذه مسألة مهمة. أنا أريد فقط أن تتصوروا معي أن بلد يعني من أبوجا من نيجيريا عندها يعني مخرج مباشر إلى البحر الأبيض المتوسط. هذه من الأمور العجيبة والغريبة التي قدمها هذا المشروع. إنه نعلم بأنه هناك كان مشروع آخر مع الجزائر، لكنه كانت له مشاكل أمن، ويعني لم تكن لهم إمكانية لاستكماله. فاليوم المشكل الأمني غير مطروح بالنسبة للدول اللي يمر عليها هذا الأنبوب، خاصة يعني لغاية الأسبوع الماضي كان هناك بعض التقارير الاستخباراتية الأوروبية اللي تحدثت عن استهداف أنابيب غاز ما بين السنغال وموريتانيا. المشروع هذا يمر عبر السنغال وموريتانيا، وبالتالي أي تحديات أمنية يمكن أن نتحدث عنها هنا أستاذ إدريس؟ أنا أول شيء أريد أن أذكر به أن الدولة المغربية منذ زمان وهي تحاول أن تضع نفسها جنديا مجندا لمحاربة الإرهاب، محاربة كل الأساليب التي تستفز البرامج الاقتصادية والدول بصفة عامة. فهذا المجال هذا بالذات، مجال الأمن في إفريقيا، أعتقد بأن المغرب له ما يكفي من الاتفاقيات والإمكانيات ليحارب على الأقل هذه التصدعات التي قد تجرأ هنا أو هناك. فهذا المشروع، مشروع الغاز، ليس يعني هو مشروع جيوستراتيجي سيغير وجه الدول الإفريقية التي ستستفيد منه، لأنه الدول الإفريقية تستفيد إما مباشرة من مادة الغاز، ولو أنه الآن هناك بعض المختصين الذين يقولون بأن الغاز هو من مصادر ملوثة، لكن أحسن طريقة للانتقال من يعني الطريقة التقليدية لاستعمال الطاقات هي الغاز الطبيعي الذي سيمكننا من الذهاب إلى المصادر. باختصار لو سمحت أستاذ إدريس، هل يزعج أطراف أخرى؟ يعني أنت قلت أنه في دول ستستفيد ودول يعني يشكل فرصة تنمية بالنسبة لها، من يزعج ومن ينافس؟ خاصة أنه البعض يقول أنه دعم الولايات المتحدة لهذا المشروع ربما ليقف وجها بالمرصاد كذلك للمشروع الروسي على مستوى القارة الأوروبية، لأثار صدعا ما بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا على الخصوص والولايات المتحدة نورد ستريم 2. فعلا هو هذا المشروع كانت هناك أكثر من 40 جمعية من المجتمع المدني التي قالت ماذا نستفيد من هذا المشروع؟ لماذا مشروع من هذا القبيل سينطلق من نيجيريا إلى الرباط وإلى أوروبا بعد ذلك، ماذا سيفيدنا؟ فهناك كانت مجموعة من الملاحظات، مجموعة أنا أعتبر أنه الكثير منها مغالطات فيما يتعلق بموضوع هذا الأنبوب. نعم. لكن أنا أقول لك بأنه المؤسسات الرسمية للدولة المغربية
قامت بالعمل. هناك مؤسسات كذلك شكرا أستاذ على إدريس. مستوى نيجيريا شكرا. هي قامت شكرا بالعمل جزيلا لك. اعذرني على المقاطعة ولكن انتهى وقتنا. إدريس العيسى. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من جديد. كنكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو. الناس اللي عجبها الفيديو خليو معكم واحد لايك، كومونتير اسفل التعليقات، كذلك اللي ما مشتركش في القناة اشنو كتسنى اشترك معنا باش توصل دائما بكل جديد ديالنا. كما شفتوا معنا يعني في الفيديو، نيجيريا كتستعد على بدء اشغال انبوب الغاز النيجيري المغربي بعد تم توقيع والاتفاقيه على المشروع كيفاش يعني غادي يتحط على ارض الواقع، والدول اللي غادي يمر من هذا الانبوب هذا، لان اطول انبوب في العالم ديال الغاز الطبيعي. المغرب بعد ما تفوق وحسن ملف الصحراء المغربيه، الدول الان اصبحت يعني باغا دير شراكات، باغا دير يعني استثمارات في ذاك المنطقه ديال الصحراء المغربيه، وبدينا كنشوفوا توافد كبير على هذه المنطقه هذه. ماشي غير نيجيريا، فرا العديد من الدول باغا تستثمر يعني الاموال ديالها في هذه المنطقه، وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه يعني في الصحراء المغربيه غادي تصبح يعني مدن ديالها العيون والداخله وباقي يعني المناطق غادي تولي نشطه ان شاء الله، وغادي يعني تلحق على المدن المغربيه اللي يعني وصلت لواحد المرحله ديال التطور اللي كبير يعني اللي كنشاهدوه يعني مع باقي الدول المجاوره. فالاخوان ديالنا يعني كلشي واضح كلشي باين. كنتمنى على ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الناس اللي عجبها الفيديو خليو معكم لايك، كومونتير اسفل التعليقات، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.